el caso de los intercambios comerciales entre nuestros países superaron la cifra de los 20.000 millones de euros. العلاقات السياسية بين المغرب وإسبانيا الآن طيبة وتتقدم عن مشروع عمره 40 عاما لربط أوروبا مع أفريقيا. وكان العاهل المغربي الراحل الحسن الثاني بحث مع ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس بناء نفق بين البلدين. من شأنها المغرب هكا اسبانيا. البارح رئيس اسبانيا بيدرو سانشيز هبط في مطار ديال الرباط بدعوة الملك محمد السادس اللي كانت متوجهه ليه، واستقبلوا في المطار رئيس الحكومة عزيز أخنوش. وغنعرفوا علاش جا المغرب، وغنعرفوا كذلك الملك محمد السادس لاش كيخط، وغنعرفوا كلشي في هذا الفيديو هذا. فقط ما تنساش انك تشترك في القناة باش يبداو يوصلوك الفيديوهات ديالنا وتكمل الفيديو حتى الاخر. نبداو. كلشي كيعرف ان الملك محمد السادس اي حاجه بين فيها وجهه خاصها 100% تنجح. وشفنا المشاريع الكبار اللي عمل عليهم محمد السادس بشراكه مع الدوله ديال اسبانيا، واخرهم هو المونديال ديال 2030 اللي غيتنظم في كل من المغرب والبرتغال واسبانيا. قد تم اختيار الملف الوحيد المقدم للفيفا، وهو ملف مشترك من المغرب واسبانيا والبرتغال لعام 2030. لكن وزيد عليها المشروع ديال الربط بين قارة افريقيا وقارة اوروبا بجسر عبر مضيق جبل طارق، وهذا الشيء كامل داخل في برنامج ديال رابح اللي كيدير المغرب. واسبانيا حست بالقلب وتقبلات بلي المغرب هو المستقبل وهو المعبر الرئيسي بين العالم وافريقيا. وهذا الشيء هضرنا عليه في فيديو اللي فات واللي وضحنا فيه كلشي. واسبانيا عرفات انها هي اللي غتكون المستفيد الاول من الانفتاح ديال المغرب على العالم وعلى الدول ديال افريقيا. داكشي علاش كنشوفوا اسبانيا كتستثمر في المغرب. وغير في هذه الزياره هذه اعلن الرئيس ديال اسبانيا ان اسبانيا غتستثمر في 2024 20 مليون يورو، ومن هنا ل 2050 غيوصل الاستثمار ديال اسبانيا في المغرب ل 45 مليون يورو. وحتى هي غتكون معبر بين المغرب اي بين الدول ديال افريقيا واوروبا، يعني غتستافد من الميناء ديالها. داكشي علاش شفنا اسبانيا في 2020 تخلت على الجزائر واخا كانت كتزودها بالبترول فابور، وتخلت عليه في عز ديال الازمه اللي كانت في 2020 ديال الطاقه. ولكن اسبانيا ذكيه وكتفكر في المستقبل، خصوصا من بعد ما فيقها المغرب نهار سد عليها الميناء ديال طنجه وخلاها تخسر واحد المبلغ اللي غيصدمك فاش غتسمعوا. غتصدم اللي هو 20 مليون يورو. عرفتي باش تخسر 20 مليون يورو في العام راه صعيبه بزاف. يعني اسبانيا كتدخل 20 مليون يورو كل عام بسبب المغرب وبسبب البرنامج ديال مرحبا اللي كينظموا المغرب كل عام للمغاربه اللي مقيمين في الدول ديال اوروبا. ودابا كنشوفوا اسبانيا اخرى وكنشوفوا المغرب اخر، حيت المغرب مؤخرا عنده جوج ديال الحوايج ولا ثالث لهما. يا تكون معايا وتعترف بالصحراء المغربيه وتعاوني نحل المشكل ديال الصحراء المغربيه ونربحوا بجوج، وهذا هو الاختيار اللي خدات اسبانيا وحتى دوله امريكا وبزاف ديال الدول الاخرين. والخيار الثاني هو انك تكون ضد المغرب وتوقف ليه في طريقه، وهذا الشيء اللي كيديروا فيه الجيران ديالنا. وهنا المغرب غادي يقلب عليك وجهه وغتكون انت هو الخاص، حيت الصحراء في المغرب والمغرب في الصحراء ديالو، واللي سميتو راجل يجي يدير. فالمغرب رسم خطه متقونه ومدروسه وعرف ان افريقيا هي المستقبل واستغلوا احسن استغلال. وهذا الشيء ما خصوش يصدمنا، لان خدمه الملوك هي هذه. الملك فاش كيطلع للعرش فكتكون عنده خطه متقونه ومدروسه وخصو انه يطبقها. واللي غنقول لك هو انك تفتخر حيت انت في المغرب، وافتخر حيت انت عندك ملك كيفكر في المستقبل ديالك. يمكن لأحد أن ينازع في مصداقيتها، فهي أكثر من التزام، بل هي ميثاق ظل يجمع العرش بالشعب. كما تؤكد بأن الصحراء كانت دائما مغربية قبل اختراق النزاع المفتعل حولها، وستظل مغربية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها مهما كلفنا ذلك من تضحيات.